في أيام بنصحى فيها مش عايزين نعمل أي حاجة ولا نرد على تليفون ولا نتحرك من السرير ولا حتى نفكر، والأصعب من ده إننا بنبدأ نحكم على نفسنا ونقول أنا كسلانة، أنا فاشلة، أنا ماليش لازمة. لكن الحقيقة مش كل تعب اسمه كسل، ومش كل توقف معناه إنك بتضيعي. بس تعالي أقولك حاجة، الكسل مش عيب، الكسل علامة إن في حاجة جوه محتاجة اهتمام. يمكن تعبت، يمكن في صوت جواكي بقاله كتير مش مسموع، يمكن جسمك بيقولك خدي بالك مني. والجميل إن الكسل مش هو النهاية، هو بداية لرحلة جديدة، رحلة فيها راحة ونظام وإنجاز بس على مهلك، رحلة فيها حب أكتر لنفسك وفهم أعمق لاحتياجاتك. النهاردة هنتكلم عن إزاي تتحولي من شخص كسول لشخص عالي الإنتاجية في 30 يوم بس، من غير ضغط ولا جلد ذات ولا شعور بالذنب. هاتي حاجة دافية تشربيها، القعدة ابتدت، قعدة ستات. المرحلة الأولى 7 أيام للفهم مش للإنتاج. أول أسبوع مش هنعمل فيه قوائم مهام ولا جداول ولا أي حاجة مرهقة، كل اللي محتاجينه هو الهدوء والملاحظة. هنقعد مع نفسنا شوية نسأل أسئلة بسيطة بس مهمة جدا. امتى بحس بالكسل؟ امتى جسمي بيرفض ان انا اتحرك؟ ايه الحاجات اللي بتسحب طاقتي؟ ايه اللحظات اللي بلمح فيها شرارة حياة حتى لو كانت صغيرة؟ اعملي يوميات صغيرة حتى لو 5 دقايق بس في اليوم. مش مهم تكتبي كلام منمق، اكتبي اللي جواكي كأنه حوار صادق بينك وبينك. وحاولي كل يوم قبل النوم تسألي نفسك سؤال واحد بس، انا حسيت بإيه النهاردة؟ حتى لو كانت إجابتك مش عارفة، دي برضو في حد ذاتها إجابة. المرحلة التانية 10 أيام للتنشيط الهادئ. دلوقتي نبدأ نحرك الطاقة، بس مش من باب الشغل، من باب اللطف. امشي 10 دقايق في البيت أو تحت البيت من غير هدف، مفيش حاجة عايزينك تحسيها غير إنك موجودة. اشربي مية كفاية، المية بتصحي الجسم والمخ والمزاج. اختاري ركن صغير في البيت ونظميه، مش تنظيفة مرهقة، لا لا لا، بس رتبي حاجة شوفي أثرها على نفسيتك هتبقى عاملة ازاي. جربي تعملي استرتش بسيط لجسمك، مدي ايدك، افردي ظهرك، خدي نفس عميق. الحاجات البسيطة دي بتصحي الروح. وبدل ما تقولي لازم اعمل كل حاجة النهاردة، جربي تقولي ايه الحاجة الصغيرة اللي لو عملتها هبقى فخورة بنفسي. اللحظات دي مش رفاهية، دي اللي بتعيدك لنفسك. المرحلة الثالثة 13 يوم للانطلاقة الهادئة. دلوقتي احنا جاهزين نبدأ نخطط ليومنا بس بلطف. حددي 3 حاجات بس تعمليهم في اليوم، مش لازم يكونوا انجازات ضخمة. يكفي ان انتي تصلي الصلوات في وقتها، تعملي اكلة بتحبيها، تقري صفحة من كتاب. اشتغلي على عادة واحدة بس، واحدة بس، مش عايزين اكتر من كده. زي مثلا انك تنامي بدري او ما تمسكيش الموبايل اول ساعة في يومك. التركيز على حاجة واحدة بس هو المفتاح اللي بيبني العادة. وكل يوم قبل ما تنامي اسألي نفسك انا عملت ايه النهاردة خلاني ابتسم، حتى لو كانت ابتسامة هادية مع كوباية شاي او ضحكة من ولادك او لحظة سكون. خلي بالك احنا مش بندور على انتاجية ترهقك ولا تتعبك ولا جدول يسجنك، احنا بندور على احساس حقيقي بالانجاز حتى لو صغير، بس بيجي من جواكي مش مفروض عليك. في نهاية ال30 يوم مش مطلوب انك توصلي للقمة ولا تبقي انجح حد في الحياة، لكن هيبقى كفاية قوي ان انت توصلي لنفسك، تبقي بتسمعيها، بتراعيها وبتتحركي بيها مش ضدها. قولي لنفسك انا مش محتاجة اكون مثالية، انا محتاجة اكون صادقة مع نفسي، وكل يوم اختار اتحرك بخطوة حتى لو صغيرة. دي كانت قعدة ستات، مكان دايما بنفكر فيه اننا مش لوحدنا. ولو الحلقة دي لمستك شاركيها مع ست تانية، يمكن تبقى سبب في بداية جديدة ليها. واشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان توصلك القعدة الجاية أول ما تنزل على طول. قعدة ستات.